في المقابل خالد مرتجي بعد وفاة العمري فاروق أخذ مهام نائب رئيس النادي، وبقى هو اللي بيقوم بكل مهام نائب رئيس النادي. فالطبيعي ان هو اللي يبقى نائب للكابتن محمود الخطيب الدورة الجاية. ولكن لما عرف ان الاستاذ ياسين منصور هو المرشح بالتزكية لنائب رئيس النادي، تنازل وما اتكلمش عن الموضوع دوت، ومش فارقه معاه غير ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي وبيخدم النادي الاهلي. يا جماعه افهموا انا بقول ايه، الكلام ده مش موجود غير عندنا في النادي الاهلي بس. مهما لفيت ودخلت انديه، اي انديه حتى اي شعارات معاها اي كميه فلوس، واقصد هنا كل الانديه في مصر وفي افريقيا وفي الدول العربيه، مش هتلاقي خامة الناس اللي احنا بنذكر اساميها دي خالص. واتحدى